لو شفت اي ضابط في فيلم اجنبي مش بياكله هتحس ان في حاجه غلط. معروفه الضباط في هوليوود بيتغدوا هوت دوج وبيحلوا بدونتس. تعال اقول لك الدونتس جت منين. الدونتس مش بس واحد من اشهر الحلويات في العالم، لا هو كمان نقدر نعتبره اقدم ديزرت يعرفه التاريخ. احنا شخصيا بنشوفه بينتشر اكتر واكتر كل يوم في ثقافتنا بسبب برانداته العالمية اللي انتشرت عندنا في السنين الاخيرة. لو جينا بقى نبص على اكبر محلات الدونتس في العالم دي زي دانكن دونتس وكريسبي كريم، او لو بس عدى علينا اي فيلمين اكشن من هوليوود ابطالهم ضباط بوليس، او لو شفنا اي حلقه من ذا سيمبسونز، المهم يعني هنقول الدونتس دي اكيد 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 يعني اختراع امريكي صرف، اكيد يعني ما فيهاش كلام، مش هنفتي. لكن لو الموضوع بسيط كده ما كناش كلفنا خاطرنا وعملنا الحلقه يعني. لا هي اصلها مش من الولايات المتحده خالص، بقول لك دي اصلا اقدم ديزرت عرفوا التاريخ. تعال اقول لك بقى، انتشار الدونتس العالمي فعلا كان في الولايات المتحدة، ولغاية النهاردة هي أشهر ديزرت هناك، مش بس عشان لذيذة ولا طعمها حلو، الموضوع ليه أهمية تاريخية أكبر من كده كمان. الدونتس كانت الأكلة الرسمية للجنود الأمريكيين في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وكان بيوزعها مجموعة من الشباب المتطوعين اكتسبوا اسم الدونت دولز، وعشان كده هي لغاية النهاردة مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة الأمريكية اللي بيحتفلوا في أول جمعة من شهر يونيو كل سنة بالعيد القومي للدونتس. الولايات المتحدة هي كمان صاحبة أول مكنة لتصنيع الدونتس اللي اخترعها المهاجر الروسي أدولف ليفات في محله في نيويورك سنة 1920 عشان يقدر يزود إنتاجه قصاد الطلب العريض عليها من زباينه الأمريكيين. بس أصلا بقى الدونتس جت الولايات المتحدة في القرن ال17 على ايد المهاجرين الهولنديين في نيويورك اللي كانت في بداية التاريخ الامريكي مستعمرة هولندية اسمها نيو امستردام. الديزرت الهولندي الجديد ده كان اسمه اولي كويك او بالانجليزي اويلي كيك، وبسرعة انتشر جدا في الولايات المختلفة، والامريكيين في الوقت ده عشان يقدروا يستقلوا بثقافة حضارتهم الجديدة عملوا معاه زي ما عملوا مع كل حاجة تانية وغيروا اسمه، سموه جوزة العجين دو نات. بس قبل كل ده بقى الدونتس اصلا كانت موجودة في اوروبا بسبب الحضارة الاغريقية، وده من خلال اللوكوميدز اليونانية اللي كانت بتتعمل من عين الجمل والعسل، والسبب ورا اختراعها كان انها بتتقدم كواحدة من جوائز الفائزين في الالعاب الاولمبية، وكانوا بيسموها هاني توكنز او ميداليات العسل، والكلام ده من اول دورة للالعاب الاولمبية في اثينا يعني من سنة 776 قبل الميلاد. تصدق بقى ان الدونتس اللي انت بتاكلها عمال على بطال دي كانت اكلة ابطال العالم في الرياضة؟ 50 ثانية وتكسب جليس دونت يالا.